اعجنيها ياما، خليها لينه. بعد ما عجنتها قسمت العجينه نصين، دوبت شويه خميره في شويه لبن رايب كمان، وباكو بيكنج باودر، لان القرص الفلاح الطريه لازم تحط لها خميره وبيكنج باودر، لكن الرواق لا. فعشان ما تعبش نفسي نعجن هنا مره وهنا مره، لا عجنتهم مع بعض وقسمت بكميه. والحمد لله. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا القرص معجونه بلبن رايب بس. بصوا انا مش عارفه نمسك عشان الموبايل بايد واحده. بصوا الجمال، بصوا يا جماعه، ايه رايكم؟ شطاره دي ولا مش شطاره؟ ها؟ مش الفلاحين بس اللي شاطرين، واحنا كمان شاطرين، احنا بنتعلموا منهم طبعا، احسن ناس. بس برضو ايه، لازم تعملي كل حاجه. ما شاء الله، ملبن 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 ملبن. ماشي. بصوا الرقايه من ورا من قدام. مين يصدق ان دي على فرن البوتاجاز في طاسه او صينيه؟ بصوا كريب يا اخواتي، بصوا الجمال. ماشي. طريه وزي الفل. يلا، مين زي كده بيحب يعمل الحاجات دي؟ خير والله. وريحه الخبيز في البيت حاجه جميله جدا. يا جمال ويا جمال. بص اللون، بص اللون، بص اللون بتاع القرص. بصوا هشه وخفيفه. اللبن الرايب، الريحه، والله الريحه. بصوا يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا على الجمال. بصوا على الحلاوه. شوفوا شطارتي، شوفوا جمالي. بجد ببقى فرحانه قوي 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 لما نبقى نفسي في حاجه واحب واعملها. ماشي. الرقاق اللي في السوق بيبقى عباره عن ميه، بيعجنوه بميه وخلاص على كده. لكن لا، انت عجني حاجتك في البيت بشويه لبن رايب، لبن راب منك ما ترموهوش. شويه لبن عادي برضو، ممكن لبن عادي، مش لازم لبن رايب. بس الرايب بيديها طراوه وجميله. بصوا ملبن اهي، لا بتتكسر ولا بتعب. بصوا اهي اهي. يبقى قلنا كيلو دقيق، هتعجنيها بلبن رايب لغايه ما تاخد منك. العجينه بتبقى ملزقه لينه، مش زي عجينه العيش، بتبقى طريه شويه. هي العجينه دي بس انا زودتها خميره وباكو بيكنج باودر. ماشي، على قد الكميه، وتقريبا كانوا 2 كيلو يعني. اهو. بصوا اهو. متنسوش اللايك يا حبيب قلبي. السلام عليكم. هنا جميل ازاي وقبل ازاي. بسم الله ما شاء الله. هنكمل بقيه الكميه ونوريكم بقى يعني واحده كمان اهي. تحاولي تسويها في الطاسه او الصينيه، الحاجه الموجوده عندي. دي طاسه كبيره. بسم الله ما شاء الله بيقب ازاي. بص القبه دي. بصوا، تك عليه كده بالسباتيولا. بسم الله ما شاء الله. يتشمع يا دوبك ايه، يا دوبك يتشمع، وتقعدي تدوريه بقى شويه شويه كده. ده كده اسهل طريقه للرقاق. الناس اللي نفسها تاكل رقاق، الناس اللي نفسها تاكل رقاق ومش عارفه تعمله ازاي او ما عندهاش فرن، على البوتاجاز من فوق سهل جدا. بص اللون بتاعه من اللبن الرايب. معلش ما صورتش بقى وانا بنعجنه، لان ايد واحده الموبايل مش عارفه امسك الموبايل بالعجين. بص ما شاء الله ما شاء الله. سهل جدا والله، ما خد اي وقت. بنسيبه بس بعد ما نعجنه 10 دقايق يريح. بصوا بيقلب ازاي. بص على الحلاوه. بسم الله ما شاء الله. بصوا منفوخ ازاي. بس كده. بص اللون، اللبن الرايب بنديله اللون الجميل ده ازاي. اهم حاجه النار تكون وسط، لا عاليه قوي تحرقه ولا واطيه قوي تنشفه. ماشي، عشان الورق بيبقى طري. بصوا ملبن اهو. بس بنفردها. بجد العجينه جميله جدا 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 بجد. بصوا لينه، بصوا لازم تكون كده لينه. بصوا في نفس الوقت عامله عجينه القرص الطريه. مش الاضاءه بقى ايه. بصوا
نفس العجينه بس بنزودها خميره وباكو بيكنج باودر. اعجنيها ياما، خليها لينه. بعد ما عجنتها قسمت العجينه نصين، دوبت شويه خميره في شويه لبن رايب كمان، وباكو بيكنج باودر، لان القرص الفلاح الطريه لازم تحط لها خميره وبيكنج باودر، لكن الرواق لا. فعشان ما تعبش نفسي نعجن هنا مره وهنا مره، لا عجنتهم مع بعض وقسمت بكميه. والحمد لله. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الجمال. بصوا القرص معجونه بلبن رايب بس. بصوا انا مش عارفه نمسك عشان الموبايل بايد واحده. بصوا الجمال. بصوا يا جماعه، ايه رايكم؟ شطاره دي ولا مش شطاره؟ ها؟ مش الفلاحين بس اللي شاطرين، واحنا كمان شاطرين، احنا بنتعلموا منهم طبعا، احسن ناس. بس برضو ايه، لازم تعملي كل حاجه. ما شاء الله، ملبن 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 ملبن. ماشي. بصوا الرقايه من ورا من قدام. مين يصدق ان دي على فرن البوتاجاز في طاسه او صينيه؟ بصوا كريب يا اخواتي. بصوا الجمال. ماشي. طريه وزي الفل. يلا، مين زي كده بيحب يعمل الحاجات دي؟ خير والله. وريحه الخبيز في البيت حاجه جميله جدا. يا جمال ويا جمال. بص اللون، بص اللون، بص اللون بتاع القرص. بصوا هشه وخفيفه. اللبن الرايب، الريحه، والله الريحه. بصوا يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا على الجمال. بصوا على الحلاوه. شوفوا شطارتي، شوفوا جمالي. بجد ببقى فرحانه قوي 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 لما نبقى نفسي في حاجه واحب واعملها. ماشي. الرقاق اللي في السوق بيبقى عباره عن ميه، بيعجنوه بميه وخلاص على كده. لكن لا، انت عجني حاجتك في البيت بشويه لبن رايب. لبن راب منك ما ترموهوش. شويه لبن عادي برضو، ممكن لبن عادي، مش لازم لبن رايب. بس الرايب بيديها طراوه وجميله. بصوا ملبن اهي، لا بتتكسر ولا بتعمل. بصوا اهي اهي اهي. يبقى قلنا كيلو دقيق. هتعجنيها بلبن رايب لغايه ما تاخد منك. العجينه بتبقى ملزقه لينه، مش زي عجينه العيش، بتبقى طريه شويه. هي العجينه دي بس انا زودتها خميره وباكو بيكنج باودر. ماشي على قد الكميه، تقريبا كانوا 2 كيلو يعني. اهو. بصوا اهو. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي. السلام عليكم.